السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا بصراحة كنت أعمل مقدمة هذا المقطع من هون من البر، من أجواء اللي بعيش فيها طير الحجر. إن شاء الله هذا المقطع راح نغطي لكم مشكلة الناس اللي لسه الطير ما عندها وضع البيض، إلى الآن ما تم وضع البيض، أو إنه مجموعة من الطيور وضعت البيض وتوقفت، وأيضا ليش الطير هذا ما بيجلس على البيض اللي وضعته، ثم أيضا إذا جمعت البيض فإيش لازم أتصرف. جميع هاي الأسئلة إن شاء الله راح نجاوبها في هاي الحلقة. نتابع بعضنا ونبدأ. قبل ما نبدأ لا تنسوا يكون معكم كاسة عسل بالشيح، لأنه وثقنا لكم الحلقة الماضية عن الشيح وفوائده. فأنا بنقع الشيح مع عسل ملين طبيعي للصوت، معالج للأمعاء المعوية، وإن شاء الله أني ألاقي عليه الشفاء العاجل لصوت اللي أنا بعاني فيه من فترة طويلة. خلونا ننتقل إلى شغلنا مع بعض. بسم الله. أول نقطة يا جماعة أن نحكي عنها إنه ممكن الطير يكون صغير الحجم، فبالتالي ما بلغ عندك حتى يضع البيض، أو إنه بلغ لكن ما كان الموسم مناسب له إنه يشتغل، بحيث ما تناسق مع طول النهار اللي هو بيحتاج من 14-16 ساعة حتى يضع البيض، هذا الوقت مع فصل ربيع معتدل. فمثلا طلعوا معاي على هاي الطيور، انت الآن كمربي ما عندك خبرة، انت ما بتميز هذول عن هذول. ايش الفرق؟ الفرق سيدي عفوا، الفرق انه هذا الطير مخاليف السنة، هذا انتاجي من هاي السنة، طلعوا تبارك الله نفس طير الاميات، فلا تتوقع منهم انهم يشتغلوا هاي السنة، بدهم للسنة الجاي تيشتغلوا. هذا اول سبب انه الطير ما يضع لك البيض. السبب الثاني الا وهو انه يكون الطير مثلا غير مرتاح، فانت ممكن طيرك ما يكون مرتاح في المكان فبتنقله فبيضع البيض. هذا ثانيا. امر ثالث يا جماعة الا وهو وجود معوقات مثل الطفيليات. يعني ممكن الطير يكون عليه حشرات، وهذا شيء يعني من دون ما اذكر اسم اشخاص انا زرتهم عندنا في الاردن، كشفت على طيورهم، فحكيت له هات ضوء، جيت عليه بالليل مسكنا الطير، وذلك تعلم هاي الطريقة، مسكنا الطير وبالليل هذا بالعتمة وكشفنا عليه لقينا عليه فاش. فمثل هذا الفاش او الجراد او القمل او البق، الطفيليات هاي بتمنع الطير من وضع البيض، لانها بتتغذى عليه، بتتغذى يعني على الدم وعلى خير صحة الطير، فما بيضع البيض. فبدك تتأكد خلو الطير من هاي الحشرات. هاي ثالث نقطة. رابعا انه يكون نشأة خلقية، يعني من الخلق، مثل بعض البني ادمين الله عز وجل لا يهبهم لا ذكور ولا اناث، ويهب لمن يشاء، هذا امر من الله عز وجل. ان تجد طير لا يضع البيض ابدا، هو خلاص يعني ما في مجال انه يبيض ويقوم في الانتاج، فهذا امره من عند الله عز وجل. هاي جاوبناكم على ابرز هذه الاسئلة اللي بتسألوني اياها، ليش الطير ما باض. ننتقل الان الى القسم الثاني الا وهو انه الطير وضع البيض لكن وضع كم من بيضة وتوقف، فما الاسباب يا ابو عبيدة؟ نرجع نحكي على شكل نقاط. اولا انه انت ممكن السلالة، مثلا سلالة الحجل البربري معروف عنها ما بتعطي بيض غزير، فممكن تعطيك 15-20 بيضة اول سنة، 10 بيضات، يعني ليست بالكمية الكبيرة، فبالتالي يتوقف بعد هيك عن وضع البيض. ممكن الطير يكون فرخ السنة فيعطيك كمية بيض قليلة، ما يكون مكون عنقود جيد، زي ما حصل عندي عند بعض الأناثي، أعطت مجموعة بيض وتوقفت. ثالثا وهو هذا السنة اللي عانى فيه كثير ناس، وهو تغير المناخ، مرة الجو حامي مرة الجو بارد، فتغير المناخ يا جماعة بسبب تبارك الله، نذكر الله يا اخوان واحنا نشاهد الطيور ونشرح عنها، يعني انا بضحي في مالي امامكم وامام السادة المشاهدين، ولكن الله خير الحافظين، وانا ما بنكر انه احيانا يعني قد يمسنا ضرر من هاي الاشياء، لكن بنضحي مقابل ان تصل لكم المعلومة. نكمل. اذا ممكن الطير، يعني ذكرنا انه الطير يا جماعة تغير المناخ عليه من حم الى برد،
يأثر عليه، بل في منها بدخل بغيار ريش. ولذلك من علامات وضع غيار الريش زي هيك انك تشوف ريش. طبعا هذا الطير اعطاني تبارك الله ما يقارب 40 50 بيضة، ودخل غيار ريش مبكر يعني انتهى عن جوده، فممكن يتغير عليه المناخ، وخاصة الحجل الابيض بنتج بدري بوقف بدري. فالان الاسباب والطرق كثير مختلفة يا جماعة، كثير. كل طير له سلوك وكل عمر كل نظام تربية، فهي اسباب كثيرة يا ريت ننتبه لها. الآن ننتقل إلى قضية هل الطير يضع البيض أم لا؟ إذن هذه أبرز النقاط اللي حكينا عنها في قضية وضع البيض وتوقفه، أو إنه الطير ما وضع البيض. أنا جاوبت لكم هيك على جميع الأسئلة ضمن هاي الحلقة. الآن ممكن نحكي كمان سؤال، إنه يا أبو عبيدة الطير وضع البيض فماذا أصنع؟ أنا حخصص حلقة بالتفاصيل أكثر، لكن ممكن الآن نمشي المعلومة الاستعجال عند الناس. فإذا الطير وضع البيض، أنت الآن مطلوب منك إنك تتعامل معاه بعدة أساليب. مثلا إن مثل هان بضع بيضة، فأنا أول بأول بجمع البيض وبوديه على الفقاسة أو تحت الدجاج. شوفوا معي جوز هذا الحجل، الله يبارك لي فيهم كيف قدم شوي، عمل عش طلعوا. هسا أنا هذول جوز الحجل أنا بعرفهم، العام عملوا عندي عش وقعدوا على البيض وفقسوا، بس ما كانوا في قفص، كانوا بنظام أرضي. فالآن طلعوا كيف تبارك الله. من علامات إنه الطير بده يقعد على البيض إنه بيعمل عش وبقعد عليهم. الآن في حاله ما نجح وما تهيأت له الظروف وما ارتاح، فبرضه بأخذ البيض على الفقاسة أو تحت الدجاج. السؤال كم يستغرق؟ معك شهر البيض لا يتأثر. إذا أتوقع أني أنا اليوم جاوبتكم عن قسم كبير من الأسئلة، فيا ريت إنه إحنا إذا عندنا ما زال أسئلة تركوا لي إياها في التعليقات عشان نغطي لكم إياها بالحلقات القادمة. وأرجو من حضرة أي إنسان بيحضر هذا الفيديو مش مشترك إنه يترك لنا اشتراك، لأنه هذا بدعمنا كشباب في إنه نصل للفئة اللي مهتمة في هذا الجانب. ثم اترك لنا إعجاب وتعليق حتى تعزز هذه القناة، ولعل هذا المحتوى يكون هادف عند الله ونؤجر عليه، ويصل إلى الناس التي تريد أن تنتفع به. ودمتم بصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.